السلام عليكم، دي ايمي وخلونا نقضي معاها اليوم النهارده. جماعه انا الجطاطيس بتوعي خلاص بقوا بياكلوا وبيشربوا، فانا هطلعهم ليكم تبني وهقول لكم الشروط عشان تاخدوهم. خليني اعرفكم عليهم. دي كزبره ودي شبت. كزبره هاديه ما بتعملش مشاكل، اما بالنسبه لشبت دي شريره حرفيا. كل القطط هجين بين شرازي ورومي وعندهم حوالي شهر واسبوع. ده بقى سيد ودي سمر. واخر واحده معانا واكتر واحده انا شايفاها اموره بطاطس. اهم حاجه بالنسبه لي توفروا للجطاطيس الحاجات الاساسيه اللي هم محتاجينها: اكلهم وشربهم والليتر بوكس والرمله بتاعتهم والتطعيمات بتاعتهم بشكل كامل هياخدوها. وهتقولوا لي اقرب عياده ليكوا هي ايه، وكمان هتابع الشهادات بتاعه التطعيمات بتاعتهم بنفسي. واهم حاجه بالنسبه لي ان اهلكم يا جماعه يكونوا موافقين 100% على القطط، وما يكونش عندهم اي مانع في ريحه القطط في البيت، في اي طلبات من طلبات القطط سواء كانت غاليه او رخيصه. ابعتوا لي مسج بالقطه اللي انتوا حابين تتبنوها. انا ساكنه في فيصل، فالاحسن تكونوا قريبين مني. بما ان الشتاء دخل علينا خلاص، اشتريت كام حاجه من ديفاكتو. هوريكم الحاجه اللي انا هلبسها النهارده منهم. لما تيجي تطلبوا من الابلكيشن او الويب سايت استعملوا الكود بتاعي ده علشان تاخدوا ديسكاونت على اي اوردر تطلبوه. عامه هو ده الاوتفيت، وبقيه الحاجات اللي انا جايباها من ديفاكتو هوريها لكم في فيديو تاني. المهم ان انا قررت اروح دريم بارك، ولكن ده ما كانش الطف قرار بصراحه خالص. اول ما وصلت كان في خناقه عند المكان اللي بيقطعوا منه التيكتس، والموضوع كان مزعج قوي. خدت التيكتس بتاعتي ودخلت وقررت ان انا اكل لان انا كنت ميته من الجوع. دخلت مطعم كان جوه دريم بارك وطلبت منه بيتزا، وكمان طلبت منه نجريسكو وبطاطس. جربت اول حاجه البيتزا، طعمها مش بيتزا خالص ولا ليها علاقه بالبيتزا، كانت سيئه جدا، ولكن على الاقل كانت بتتاكل. تاني حاجه جربتها كانت النجريسكو، وفعلا انا بعد القطمه الاولى انا ما اكلتهاش ولا كملتها. اول مره في حياتي اشوف حد بيطبخ اسوأ مني، انا كنت حاسه ان انا باكل نشا. عامه ده كان الحساب، هو ما كانش غالي خالص، ولكن انا ما اكلتش اصلا. بعديها قمت عشان العب شويه، ولكن يا جماعه الدنيا كانت زحمه جدا بطريقه مش طبيعيه، وبصراحه انا اللي غلطانه في الحته دي لان انا رايحه يوم جمعه، فطبيعي جدا الدنيا هتبقى زحمه. في الاخر قررت على الاقل ان انا هلعب اللعبه دي، لعبتها بتاع 50 60 مره وبرده ما كسبتش. رحت مشوحه بايدي كده وقلت لا طبعا اكيد اللعبه بتاعه دريم بارك هي اللي بايظه، ورحت العبها في مول مصر وخسرت برضه. قلت لا ما بديهاش بقى، انا اروح العب باسكت بول، ولعبتها وبرده خسرت. ما استسلمتش ورحت العب بولينج، والظاهر ان النهارده مش يومي خالص فخسر. اشتريت الليب جلوس ده وكان حلو قوي. قلت ليه ازعل نفسي وانا كده على نفسي، ورحت اكل عادي جدا ودخلت سينما ويومي خلص.